السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاجن العكاوي المتين اللي ما يختلفش عليه اتنين. دوت لقيت جوزي داخل عليا كده بطبق جميل كده كله عكاوي، وقال لي اعملي لنا ده بكره. قلت له من عينيا. رحت جايه قلت له هعمله لك بطريقه حلوه جدا وهتعجبك قوي، طريقه جديده يعني، لا هنسلقه ولا نعمله في صينيه بطاطس ولا حاجه. المهم خدت العكاوي، اديت لها شطفه كده خفيفه، ورحت جايه نازله عليها بحبه فلفل اسمر وحبه ملح، ورحت جاية حطاها رصها كده حلو كده في البرام، ومقطعة عليها بصلة شرايح بس قطعت الشرايح سميكة. بعد كده بقى هقوم جاية جايبة ورقتين لوري كده وحطهم في البرام، وهقوم جاية مفصصة كده البصل من بعض، هخلي كل ورقة كده بعيدة عن التانية علشان البصل يتوزع كله في طاجن العكاوي. وهحط عليه زودت بس الملح سيكة، واقوم جاية ايه حطيت اللوري اهوت. هعمل ايه بقى انا؟ جبت الكاتل كنت غالية فيه مية، نزلت بحوالي كوبايتين مية اللي هي كوباية الشاي العادية ديت. بعد كده هغطيه بقى وادخله الفرن على درجة حرارة عالية. اول ما يبدأ يغلي هقوم جاية موطية عليه خالص، اخلي درجة الحرارة متوسطة شوية. تمام، وهسيبه بقى ايه، هو بيطول شوية في الفرن، يعني مثلا ممكن يقعد له ساعتين ولا حاجة على حسب العصعوص اللي انتوا قاطعينه. مثلا لو كبير هيطول، لو صغير مش هياخد وقت في السوا. جبت بقى هنا حبة زيت على حتة زبدة، ونزلت عليهم بحبة رز شوحتهم لحد ما بقى لونهم ذهبي كده، ورحت جاية نازلة عليهم بحبة الرز الأبيض كنت غسلاه. وبكده أنا كنت خلصت الرز اللونين، هحطله بقى المية بتاعته وهنزل عليه بالملح. بصوا بقى الشكل واللون ولا الريحة، يا سلام يا سلام. ريحة التحمير كان طالعة تحفة. أنا من أنواع الرز اللي أنا بحبها جدا اللي هو الرز اللونين بالذات مع العكاوي. هنزل اهو عليها بالمية واحط له بقى الملح وخلاص كده. وتعالى اقول لكم هعمل ايه تاني جنب العكاوي والرز. طبعا في ناس بتحب تعمل صينية بطاطس، في ناس بتحب تعمله في ورق عنب، طاجن ورق عنب بالعكاوي. اعملوا اللي انتوا تحبوه. تمام. هنا بقى جبت حبة شوربة من بتاعة العكاوي وسبتها لحد ما غليت. دي كانت عندي ملوخية انا مفرزوها وكانت متلجة شوية، فهحطها كده في الشوربة وهتفك بقى ايه هي مع نفسها. بصوا بقى الملوخية اول ما بنزلها في الشوربة بترجع خضرة كأني لسه جايباها من بره بالظبط. هنزل لكم فيديو لتفريز الملوخية، انا كنت منزلاه قبل كده بس هنزله تاني. دي كانت حتة بقى ايه، حطيت حتة سمنة صغيرة، وحطيت خدت ايدام اللي هو من على الشوربة بتاعت العكاوي، حطيتهم في الطاسة، وقمت جاية عاملة بيها الطشة بتاعت الملوخية. طبعا وانا بعمل الطشة حطيت حتة توم ني كده في الملوخية، بيديها برضو ايه ريحة حلوة يعني. وبكده كنت خلصت كمان ايه الملوخية والرز، وكانت العكاوي استوت والدنيا بقت زي الفل. وبكده انا كنت خلصت خلاص كل الاكل. بصوا بقى شكل الرز طالع عامل ازاي. الملوخية بقى خدتها فضيتها في برام صغير كده، حاجة كده بسم الله ما شاء الله تحفة. ولا طاجن العكاوي اللي ما يختلفش عليه اتنين. بصوا شكله ملهوش حل. لو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك واشتراك في القناة.